مساء الخير على احلى واجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده بقى جايبه لكم شقه في الاسكان الاجتماعي بعد التشطيبات النهائيه في منتهى الجمال والشياكه، تشطيب المهندس ياسر فتحي، وهتلاقي رقمه على الشاشه وهسيبه لكم كمان في صندوق الوصف. ان شاء الله الشقه تعجبكم، وبجد تسلم ايدك يا باشمهندس، وهسيبكم بقى مع الباشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم جميعا؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة. الفيديو بتاعنا النهاردة من حي ريحانة مدينة الشروق، ونخش ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الشقة دي دور أرضي، ده الريسبشن. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يا رب يتمم على اصحابها على خير ويتمم على الجميع على خير. زي ما احنا شايفين كده الريسبشن. الشقه دي دور ارضي، طبعا مش عاوز اقول لحضراتكم الاسكان الاجتماعي حي ريحانه مدينه الشروق كان متسلم بقاله فتره كبيره قوي، يعني كان يعتبر من اوائل الاسكان الاجتماعي. وطبعا عانينا هنا في الشقه دي، والله كان مش عاوز اقول لحضراتكم كان الرطوبه كان عامله ايه في الحيطان، كان كل حاجه متهالكه لدرجه الابواب كمان كان الرطوبه واكله الابواب. والحمد لله وتوفيق من ربنا قدرنا ان احنا نطلع بالنتيجه اللي حضراتكم شايفينها دي. ده الريسبشن، احنا غيرنا السيراميك طبعا كله بالكامل لان ما كانش في حاجه تصلح للشقه. وهنا عاملين مكتبه للتلفزيون، باك جراوند للتلفزيون. وهنا الجبسن بورد والسبوت لايت والهيدر لايت والبروفايل ليد. وهنا نزلنا بالبروفايل ليد على الحيطه زي ما احنا شايفين كده اهو اهو. عاملين بديل خشب ونازلين بالبروفايل. فتحنا الغرفة يعتبر من ناحية الطرقة، فتحناها ليفنج وعملنا بارتيشن خشب زي ما احنا شايفين وموضحين فيه، واستغلينا ان احنا حطينا زرع فيه. هنشوف التفاصيل مع بعضينا كده حاجة حاجة. عاملين ساوند سيستم برضو هنا في الغرف. تعتبر دي اخر عماره، فكلها بتبص على ارض فاضيه. الفيو جميل مش وحش هنا. ربنا يا رب يتم لاصحابها على خير يا رب، ويتم للجميع على خير. دي الطرقه بتاعتنا. السقف فلات واخدين بروفايل ليد، طبعا مدي ديكوريشن ومدي شكل محترم جدا جدا معانا. المطبخ برضو فتحناه عملناه يعتبر اوبن. وهنا برضو استغلينا البارتيشن، نفس البارتيشن الليفنج استغلناه وعملنا ماتشنج ما بين الليفنج وما بين المطبخ. زي ما حضراتكم شايفين ده دخلة المطبخ، وعملنا برضو فتحنا وعملنا بروفايل ليد في الخشب بتاعنا. المطبخ مش احنا اللي منفذينه طبعا، انا عمري ما هنسب حاجه انا ما عملتهاش، لا المطبخ هو حد جه كان منفذه، لكن انا ما نفذتوش، ماليش علاقه بيه. لما بيكون مطبخ منفذه بقول يا جماعه انا منفذ المطبخ. هنا زي ما احنا شايفين بس المطبخ عملنا الدخله بتاعته، احنا منفذين البارتيشن والدخله وعاملين الاضاءه ومستغلين برضو الزرع في الداخل. الرخام احنا اللي عاملينه، مركبين احنا الرخام بس، وجايبين وعاملين الحوض السمارت. طبعا هو ترند الفتره دهيت زي ما انتم شايفين كده اهو. نقدر هنا نتحكم هنا براحتنا اهو اهو، نقدر نتحكم. وفي غساله الكوبايات هنا اهوت. ونخرج من المطبخ على الليفنج. المطبخ طبعا لسه في جزء في الاوسط هنا اهوت، لسه الجزء الاوسطي ده هنستعين ان احنا هنعمله بديل رخام او هنعمله ازمولد او هنعمل حاجه فيه بحيث بس يليق بالمطبخ. فلسه المرحله دي لسه ما عملناهاش. هنا زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت، ده البارتيشن الخشب للليفنج، ودخلنا الليفنج هنا اهو. السقف الجبسن بورد معانا طبعا لما اتفتح طبعا ادى خلفيه للشقه جميله، وادى وسع للشقه. وعاملين هنا المكتبه، احنا منفذين المكتبه دهيت، وعاملين اضاءه داخليه البروفايل ليد جواها اهي. وعملنا الجزء دهوت الازاز الفاميه البلاك، وعاملين تحت هنا زلط وزرع. لسه في اضاءه كمان هتكمل معانا زي ما حضراتكم شايفين اهو.
يا رب اكون قادر اوضح لحضراتكم كل جزئيه. اهو عاملين مكتبه الخشب بامتداد الحيطه بالكامل بعرض الحيطه، وخارجين منها بالدولاب اهو يعتبر كنيش كامل، والتي في هيبقى هنا، يعني انا اقدر احط فيه لغايه 65 70 زي ما انا عاوز. والجزء اهو الزلط اهو الديكوريشن مع الاضاءه زي ما حضراتكم شايفين اهو. بنحاول نجتهد، بنحاول ان احنا نطلع حاجه كويسه، بنحاول ان احنا نغير مفهوم الاسكان الاجتماعي، لان في بعض الناس فاكرين ان الاسكان الاجتماعي حاجه بسيطه حاجه شعبيه. لا بالعكس والله، الحمد لله قدرنا ان احنا نغير المفهوم ونغير وجهه النظر في الناس عن الاسكان الاجتماعي، والحمد لله شقق الاسكان الاجتماعي اللي احنا بنخشها بفضل من ربنا وبثقتكم لينا الحمد لله قدرنا ان احنا نجتهد ونخرجها في ارقى شكل، مع ان والله بتاخد مجهود مننا، بس الحمد لله فرحتنا لما بنشوف الكومنتات بتاعت حضراتكم ونشوف كلامكم الجميل. هو ده والله الحاجه الوحيده اللي بتعوضنا عن اي تعب في الاسكان الاجتماعي، والحمد لله بفضل من ربنا ان احنا بنخرج بالنتيجه اللي بتعجبكم وبترضيكم. هنا بلكونه المطبخ، بلكونه الطرقه، هنا النموذج، هنا البلكونه في الطرقه، عملنا ميكانيزم وعملنا الباب جرار نفس الابواب، ما غيرناش الابواب، بنحاول ان احنا نتصل على قد ما نقدر. وقفلنا هنا اهو الحديد والبولي بلاست. طبعا الطرق بسم الله ما شاء الله اي كلام بقوله بيبقى يعني شهاده مجروحه، لكن والله الواقع العام افضل كمان من الفيديو، افضل من الصوره، وربنا يا رب يتمم لاصحابها على خير يا رب. وكل واحد تعبان في الجنيه وربنا يعلم الناس بتتصرف ازاي عشان تطلع بالشكل المطلوب. هنا غرفه الاطفال، غرفه الاطفال ان اهوت اللون الكشمير بتاعنا والبروفايل ليد والاضاءه زي ما حضراتكم شايفين اهو. وعملنا استعنا بالتابلو الاطفال بسم الله ما شاء الله. الالمونتال هنا غيرنا طبعا قطاع الالمونتال كله القطاع البي اس، وعاملين هنا في كل الغرف عاملين بروفايل ليد وعاملين سبوت لاين وعاملين ساوند سيستم، ومغيرين طبعا الارضيه كلها بالكامل زي ما حضراتكم شايفين. نخش الحمام، مش هينفع اتكلم واقول حاجه، بس الشياكه واضحه، الجمال واضح، كل حاجه واضحه في الحمام. مستعينين هنا بالفلاش تانك كومبريشن بيلت ان مع البانيو ال 160 سم والجزء البارتيشن السكوريت. وانا بقول لاكتر العملاء بفضل ان احنا نعمل بارتيشن سكوريت، ما نعملش كابين شاور كامله عشان خاطر مساحه الحمام مش هتستعين بكده. فانا ومن ناحيه التوفير ان انا بعمل بارتيشن بس بيبقى شكل ديكوريشن جميل، بيبقى في افضل صوره وبقدر استخدمه كويس جدا. وعملنا هنا اليونت اللي هو شاور كامله للبانيو. طبعا الحمام اتغير بجد، يعني الحمام كويس جدا جدا جدا. خدنا واحد هنا اهوت، عملنا الحوض بتاعنا اهو. يعني هو ده حمام الاسكان الاجتماعي، واتحدى اي حد لو شاف الشقه بدون ذكر الاسكان الاجتماعي ان هو يتوقع ان هي دي اسكان اجتماعي. الاسكان الاجتماعي مش قليل، الاسكان الاجتماعي من افضل الناس ومن افضل العملاء اللي اتعاملت معاهم في الاسكان الاجتماعي فعلا، وليا الشرف طبعا اي عميل بتعامل معاه ليا الشرف التعامل معاه. هنا لما كسرنا السيراميك الحيطان كان متهالكه نهائي، متهالكه جدا، مفيش حيطان. استعنا ان احنا بنينا حيطان ورا الحيطان عشان نعمل ربط ما بين الحيطه القديمه والحيطه الجديده، واستعنا عشان ما كلفش العميل بدون اي مميزات. الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل البوكسات دهيت، يعني استفدنا ان احنا بنينا وقونا الحيطان بتاعتنا، ومن ناحيه ثانيه عملنا البوكسات الديكوريشن دي ودت الحمام في اتجاه ثاني زي ما حضراتكم شايفين. غرفة النوم الرئيسية بسم الله الرحمن الرحيم، برضو نفس الموضوع، الجبسن بورد في الغرف كلها بالكامل، السبوت لايت، الهيدن لايت، البروفايل ليد، الشباك الالمنتال بتاعنا، بيتس الستاره، الساوند سيستم. بس طبعا مش عايز اشغل الساوند سيستم عشان خاطر الفيديو بس الصوت واضح زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط.
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يتم على الجميع على خير يا رب. طبعا حاجه بجد حاجه مبهره، الحمد لله الحمد لله. وطبعا ربنا يا رب يبارك لاصحابها ويتم لاصحابها على خير يا رب. قد ايه هم تعبوا والله برضه. النهارده الحاجه مفيش حاجه النهارده رخيصه، كل حاجه النهارده بمبلغ، بس الحمد لله والله على قد ما بنقدر بنحاول نقتصد، بنحاول ان احنا نعتبر الشقه شقتنا، بنحاول ان احنا نعتبر العميل اخ لينا، بنحاول نقتصد على قد ما نقدر في نطاق المسموح به، وبنطلع بافضل نتيجه الحمد لله الحمد لله. بحاول اوضح لحضراتكم الامور كلها اهي، لان انا ما بنزلش فيديو الا لما بتكونوا حضراتكم بتستفادوا منه. انا والله في شغل كتير ما برضاش انزله، يعني لو في شقه كوبي من شقه ثانيه ما بنزلهاش، وحضراتكم تدركوا الكلام ده. لان اي فيديو عندي لو حضراتكم عملتوا سيرج على كل الفيديوهات اللي موجوده عندي، كان على الجروب ولا على القناه، هنلاقي ان كل فيديو مختلف عن الثاني، كل شقه مختلفه عن الثاني، مع ان شقق الاسكان الاجتماعي كلها هم نموذجين، النموذج بلكونه داخل المطبخ وبلكونه في الطرق، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي كل شقه مختلفه عن الثانيه عشان خاطر حضراتكم تستفادوا. ما بحبش انزل فيديوهات كتير. الشقه دي كنت فكرت ان انا انزل الفيديو بتاعها في بدايه الاستلام عشان تشوفوا الوضع اللي هي فيه والتطور اللي هي وصلت ليه، بس قلت لا ما اشغلش حضراتكم بفيديوهات ما لهاش اي اهميه، خلينا ننزل فيديو يكون محتوى تقدروا تستفادوا منه. دي اهم حاجه اللي انا بسعى عليها والله، ان انتوا اي فيديو تستفادوا منه. الريسبشن طبعا بسم الله ما شاء الله. طبعا لو التشطيب زي ما بنقول، لو التشطيب 60% او 50%، الفرش هو 50% التانيين. وربنا يا رب يتم مع الجميع على خير يا رب، وربنا يسعدكم جميعا يا رب، ويا رب نقدر نفيدكم بمحتوانا، ونقدر نفيدكم بفيديوهاتنا، ويا رب نكون محل ثقه ومحل امانه ليكم. وكان معاكم المهندس ياسر فتحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.